السلام عليكم ورحمة الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أولا ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وأن تدعمونا بلايك كي يصل إليكم كل جديد. لتيسير الأمور ولفتح أبواب الرزق ولسعة الرزق، وربنا يبارك يعني في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. عليك بهذين الاسمين، عليك بهذين الاسمين، اسمين في منتهى الجمال، اسمين لأسماء الله عز وجل. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم طبعا بالطبع صحيح. هذا الكلام، هذا الاسمين، بأنك تقول يا باسط يا واسع، يا باسط يا واسع. كم مرة يا مولانا في اليوم؟ 200 مرة. 200 مرة لازم تقولهم 200 مرة، ما ينفعش بانك تقولهم 199 مرة، وما ينفعش بانك تقولهم 201، ما ينفعش، لازم 200 مرة، لازم 200 مرة، وتقول فيهم يا واسع يا باسط يا واسع يا باسط. ويا حبذا بعد ذلك تختم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. جبتها منين يا مولانا؟ يقول الدكتور اللي قال هذا الكلام، دكتور مش عارف اسمه ابو زهره ولا تقريبا حاجه زي شهاب ابو زهره، مع دكتور الله اعلم الدكتوراه ده واخدها منين. لازم تقول الكلام ده. الكلام ده جبته يا عم الدكتور ده منين؟ جابه من واحد اسمه الحبيب عمر ابن أبي صميت، الذي نسبه إلى جعفر الصادق، إلى زين العابدين، إلى الإمام حسين، وهو من؟ هو الحفيد رقم 32 للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم رقم 32 زي ما انت ذكرت. خلاص، ده احنا بناخد شرعنا من احفاد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رقم 32. هل هذا الكلام يعقل؟ هل هذا الكلام يعقل؟ واشمعنى 200 مرة؟ هو قال 200 مرة، اشمعنى يعني 200 مرة؟ هذا الرجل يأتي بأشياء ويدخل فيها السم في العسل. كلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. جمع هذا الكلام اللي قاله هذا الرجل اللي هو ادعى اللي هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تقول دوت وتقول ده، بس أهم حاجة بأنك تذكر يا باسط يا واسع 200 مرة. طب اشمعنى 200 مرة؟ ما نعرفش طبعا. بدل ما احنا ناخد الكلام دوت، ما ناخد من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ما ناخد من آيات القرآن. ليه هذا الكلام؟ وليه التكلف؟ وليه هذا الكلام الذي ليس له أصل في ديننا، ليس له أصل في ديننا. العلماء يقولوا اتبعوا ولا تبتدعوا، لقد كفيتم، لقد كفيتم. في النهاية لا يسعنا إلا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.